السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جيت لكم بفيديو جديد وهو عن ازاي ننظم وقتنا في شهر رمضان، عشان احنا طبعا عارفين يا جماعة ان رمضان يعني بيحصل فيه حاجات كتير يا جماعة، ومش بنبقى قادرين خالص ان احنا نقعد كده نلمنا حتى كام ساعة نذاكر فيهم. بيبقى صعب كمان الاجواء في رمضان، محتاجة ان احنا بقى ايه صيام وكده وتعب، وان احنا نازلين مثلا نصلي التراويح، خارجين مثلا مشوار صغير كده نجيب شوية قطايف كنافة اي حاجة من ديت، فبتضيع وقتنا طبعا. فبس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله، وكمان ما تنسوش الشير والكومنت عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم وتلحقوا بيه نفسكم يا جماعة عشان ما نقيمش من أوله. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا بينا يا جماعة نبدأ في الفيديو على طول، وجبنا لكم يا جماعة جدول احنا هنعمله مع بعض وننظمه عشان يبقى شهر رمضان عرفنا نستفاد منه في كل حاجة، وكمان نذاكر كويس فيه لان هو كمان يا جماعة شهر كامل. فلو احنا ضيعنا اي وقت فيه مثلا من ناحية المذاكرة، ده شهر يا جماعة، مش بنتكلم على كام يوم ان هما كده وخلاص. فبصوا بنقول لكم لا تؤجل عمل يومي الى الغد، خلينا يا جماعه نفكر من النهارده، ما نقولش لا خليها بكره، خليها بعده، خليها كمان ساعه. يا جماعه الفكره دي بجد خطيره، يعني مجرد انكم بتقولوا كمان نص ساعه نبدا، لا ابداوا من دلوقتي، ما تبصوش في الوقت وابداوا يا جماعه من دلوقتي طالما انتوا عايزين تستغلوا الوقت صح وتبنوا مستقبلكم يا جماعه. فبصوا هنطلع اي ورق من عندنا، انا هنا طلعت ورق في السكراب، حبيت الشكل اللي هو مدي على رصاصي شويه دوت، بحس شكله حلو. تقدروا يا جماعه حتى لو ورقه كراسه عادي يا جماعه، اي ورقه عندكم طبعا تقدروا تعملوا فيها الجدول، وبنعملها معاكم بابسط طريقه. ممكن برضو يا جماعه تستعملوا الورق النوت دوت، بس انا لقيته هنا صغير شويه فمش هيقضي معايا، لان انا هوريكم برضو الجدول بطريقه مفصله وازاي هو هيتعمل. لو انتوا يعني مثلا حابين تعملوا الجدول اول مره تفكروا اساسا انكم تعملوا جدول تنظيم للوقت وكده، فده بجد هينفعكم جدا وطريقه حلوه وما فيهاش يا جماعه افتكاسات كتير. هي يا جماعه بصوا، شايفين انا جايبه ايه؟ هي ورقه واي قلم من عندك، طبعا ممكن احسن يعني تشكلي من الاقلام عشان ايه يبقى اوضح. بصوا انا هنا عملت ايه، بدأت اكتب الجدول تنظيم الوقت دوت في شهر رمضان يا جماعة، بجد لازم جدول تنظيم الوقت. او بنبدأ يا جماعة نعرفه بس ان هو ايه جدول تنظيم وقت. وطبعا انا هوريكم تسطيرة بسيطة بتقدروا تسطروه بأي طريقة، وتقدروا كمان يا جماعة تعملوه بطريقتكم انتوا، يعني انا هنا عاملاه بطريقة بتاعتي، فانتوا لو هتستعملوه الطريقة بتاعتي بجد ده شيء يسعدني. فبصوا انا هنا سطرت خلاص وظبطت، وبدأت بقى ان انا ايه اكتب ايام الاسبوع. بصوا هو انا ليه بقى ما بدأتهاش من السبت، لان انا كنت هنا عاملاه على اساس الجدول بتاع ايام المدرسة، احنا بنبدأ المدرسة من اول يوم الحد، فايه حطيت السبت في الاخر ده بحيث مثلا حابين نلم فيه حاجة من حاجة المدرسة. طبعا اول اسبوع بنبقى رايحينه ما وراناش حاجة، اول يوم في الاسبوع منبقاش ورانا حاجة، حطيت السبت ده في اخر الجدول زي ما بقول لكم كده هنا، عشان لو حابين مثلا في واجب في تقييم في اي حاجة في المدرسة بتقدروا تلموه يوم السبت عشان تجهزوا ليوم الحد. وهنا يا جماعة كنا مكملين معاكم ان احنا بنعمل الجدول مع بعض. طبعا انا هنا ده بالنسبة للمدرسة، لسه هظبط معاكم نقطة مهمة جاية. تابعوا الفيديو للاخر يا جماعة، لو وصلتوا لهنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان نستمر في فيديوهاتنا ونفيدكم اكتر واكتر. هنا بدأت بقى اكتب على مواعيدي، انتوا بتحطوا مواعيدكم يا جماعة المناسبة معاكم. هنا كتبت ايه بقى الساعات، يعني من كذا لكذا الوقت المعين، وبكتب قدامه المادة اللي انا هحضرها. يعني انا مثلا عندي درس من كذا كذا، بكتب الساعة المحددة ديت وجنبيها المادة في اليوم اللي انا ورايا فيه. شايفين هنا كده اوضح؟ انا كده رتبت اللي فوق. بصوا هنا بقى الجزء اللي تحت دوت اللي انا بشاور لكم عليه ده، الجزء اللي تحت انا بدأت هنا بقى، وانا كنت يعني ايه متعمده ان انا اعمل كده، ان انا ابدا من السبت. ليه؟ لان الجدول اللي تحت ده خاص للدروس مش للمدرسه. اتعمدت يا جماعه ان انا اعمل حته للمدرسه، يعني النص اللي فوق ده للمدرسه والنص اللي تحت للدروس، عشان يبقى كل حاجه متخصصه في حاجه يا جماعه. يعني حتى انا لو كنت عملته كله على بعض ما كنتش افهمه، وكانش الورقه هتكفي كمان اساسا. بدات اكتب يا جماعه هنا ورايا وقت مراجعات، مثلا انا في اليوم ده ورايا ان انا اراجع من كذا لكذا،
اراجع مثلا يا جماعه يوم السبت همسك العربي كده ايه اجيبه من الاخر، يعني اي حاجه مراكمه فيها. بكتب انا ورايا ان انا الم العربي، الوحده الاولى الوحده التانية الوحده التالتة. تقدروا تحكموا يا جماعه انتوا جدولكم ايه ويومكم ماشي ازاي، لان انا طبعا يومي غير يومكم، غير غير اي يوم في اي طالب. هنا انا كنت قلت لكم قسمتها نصين، طبعا جدول اللي فوق ده للمدرسه واللي تحت للدروس او ايام المراجعات اللي انا احب فيها الم المنهج. فده يا جماعه نقطه مهمه. او بصوا حسب وقتكم انتوا، حسب الجدول المعين، حسب يومكم كمان انتوا حابين النهارده تذاكروا ماده ايه. مقصرين يا جماعه في ماده، بصوا عمركم ما مسكتوها، تشوفوا لها يوم انتوا فاضيين فيه، او يا جماعه تمسكوها حتى مثلا كام ساعه كل يوم كده، كام ساعه بجد هتفرق معاكم جدا. بمعنى الكلمه يا جماعه هتفرق معاكم في الماده. وبصوا هتخشوا الامتحان يا جماعه وانتوا مش سايبين فيها اي حاجه غير ما انتوا مذاكرينها. وبجد الطريقة دي مهمة يا جماعة بغاية الأهمية، إن احنا نعمل جدول تنظيم، خصوصا في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها جميعا يا رب. فده يا جماعة شهر كامل زي ما قلت لكم، احنا مش عايزين نضيع فيه أي ساعة. طبعا غير الصيام يا جماعة بنبقى مفرهدين وكده. عندنا مثلا واحنا نازلين نصلي التراويح، كل سنة وانتم طيبين. فرمضان يا جماعة بجد بيبقى فيه حاجات كتير عايزين نعملها وبنحس ان الوقت قصير. فالجدول ده يا جماعة بيبقى مهم انكم تنظموا في وقتكم. هنا بقى يا جماعة وعند اهم نقطة، ان احنا بنبدأ نعمل هايلايت على المعلومات المهمة، على الايام المهمة اللي عندنا. بصوا وكمان تخلوا الجدول بتاعكم منظم وشكله حلو، فبجد بيفرق ان هو ايه. بصوا كل ما تشوفوه هيفتح نفسكم عليه، وانكم تركزوا على يعني بصوا تركزوا على المواد المهمة، على الايام المهمة اللي عندكم بالوان معينة. انا هنا يا جماعة عملتها بالطريقة يعني بتاعتي، انتوا تقدروا يا جماعة تعملوها بطريقة منظمة كمان اكتر من كده. فانتوا يا جماعة بتعملوها بطريقتكم، بطريقة تفكيركم، يعني انتوا تشوفوا تقدروا تعملوها ازاي وتعملوها على طول بطريقة مبسطة وسهلة وجميلة جدا. وكل واحد يا جماعة ليه طريقة تفكير معين، طريقته المعينة بتاعته في حياته عموما. وراكوا وقتكم بتاعكم انتوا تقدروا تنظموه. انا هنا بوديكم بصوا الفكرة كده، الفكرة يا جماعة اللي انتوا تقدروا تستعملوها زي ما انتوا عايزين. بصوا يا جماعة بقى بجد ده شكل الجدول، بصوا شكله. مستنياكم يا جماعة تقولي جربتوا تعملوا جدول تنظيم وقت يعني وكده في رمضان، خصوصا يا جماعة حطوا تحت شهر رمضان ده بصوا 1000 خط. بجد يا جماعة شهر مهم، من ناحية بقى يا جماعة انكم تقربوا لربنا، من ناحية المذاكرة، من ناحية كل حاجة يا جماعة. الشهر ده بيبقى بصوا شامل كل حاجة، بتحسوا انكم بعد ما خلصتوا كده لو مشيتوا يا جماعة بطريقة معينة وجدول مذاكرة، وانكم يا جماعة بتختموا القرآن، ده يا جماعة حاجة لا غنى عنها بجد. يعني ختامة القرآن ديت انكم تختموا القرآن حتى ولو مرة، ولو اكتر من مرة كمان يا جماعة، ده بجد يبقى حاجة مهمة جدا كده انتوا تقربوا لربنا. واستغلتوا في شهر رمضان يا جماعة بصوا في كل حاجة تقابلكم انتوا استغلتوها. هنا بقى يا جماعة برضو النقطة دي مهمة، انا بصوا قاعدة اقول لكم على نقط مهمة كتير برضو عشان تستفيدوا منها. ان احنا نعلقه بقى على فوق المكتب عندنا او في اي حتة قدامكم كده قريبة منكم، بحيث كل ما انتم ماشيين كده هتلاقوا الجدول ده في وشكم. جايين تلفوا كده راسكم يا جماعة هتلاقوه في وشكم، عارفين انتوا هتناموا وتقوموا تحلموا بيه. فبيبقى مهم يا جماعة عشان تقدروا تستفيدوا منه، يعني كل ما تشوفوه تفتكروا يا جماعة انكم وراكوا حاجات تعملوها تقوموا تعملوها على طول. ما تضيعوش وقت يا جماعة اوعوا بجد. وهنا يا جماعة نكون خلصنا خلاص الجدول بتاعنا. بتمنى بجد تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. وما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. وما تنسوش يا جماعه تحطوا لنا اللايك الحلو بتاعكم، وتكتبوا لنا كومنت يا جماعه لذيذ كده، واشتراك في القناه عشان تقدروا تفيدونا بيه اكتر واكتر، وتفعلوا زر الجرس. بس باي باي، اشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله.